عمرك حسيت إن يوماً عادياً ممكن يقلب حياتك رأساً على عقب؟ هذا بالضبط ما حدث معي، وأنا لم أكن أتوقع أبداً أن تبدأ قصتي من لحظة خسارة قاسية جعلتني أتحمل مسؤوليات أكبر من سني بكثير. اسمي عادل، أبلغ من العمر 26 عاماً، وكنت وقتها في آخر سنة بالجامعة. المفروض أن تلك المرحلة تكون مليئة بالأحلام والخطط للمستقبل، لكن بالنسبة لي كانت مليئة بالضغط والخوف. والدي توفي فجأة وترك خلفه بيتاً بسيطاً، ووالدتي وأختين أصغر مني، وأنا الابن الأكبر الذي أصبح مطالباً بأن يكون رجل البيت بين ليلة وضحاها. والدي كان رجلاً شريفاً ومجتهداً، لكنه عاش طول عمره بالكاد يوفر احتياجاتنا الأساسية. لم يترك أموالاً ولا ممتلكات، لكنه ترك لنا سمعة طيبة وتربية محترمة، وهذا كان أثمن من أي شيء. مع ذلك، السمعة وحدها لا تدفع الإيجار، ولا تشتري الطعام، ولا تسدد مصاريف الدراسة. بدأت أبحث عن أي عمل أستطيع من خلاله أن أساعد أسرتي وأكمل تعليمي. طرقت أبواب شركات كثيرة، لكن الجميع كان يطلب خبرة أو شهادة تخرج لم أحصل عليها بعد. كنت أعود كل يوم مرهقاً، أحاول أن أخفي قلقي عن والدتي، لكنها كانت تقرأ كل شيء في عيني. وفي أحد الأيام أخبرني أحد المعارف أن هناك تاجراً معروفاً يبحث عن سائق خاص يعتمد عليه في تنقلاته اليومية. لم أكن أرى نفسي في هذا العمل، لكن الظروف لا تترك للإنسان رفاهية الاختيار أحياناً. وافقت فوراً وقلت لنفسي إنها خطوة مؤقتة حتى أتخرج. من أول يوم اكتشفت أن الرجل صاحب نفوذ واسع، كثير الحركة، لا يهدأ أبداً. كنت أوصله لاجتماعاته وأنتظر بالساعات، ثم أذهب لقضاء طلبات بيته، ثم أعود به إلى مكان آخر. كان يومي يبدأ قبل الشروق وينتهي أحياناً بعد منتصف الليل، ورغم التعب كنت صامتاً. كنت أعرف أنني لا أملك خياراً آخر. بعد أسابيع قليلة بدأ الرجل يثق بي بشكل واضح. صار يعتمد علي في أمور كثيرة ويطلبني بالاسم في كل مشوار. لاحظت أيضاً أنه شديد الحرص على إرضاء زوجته، ويتجنب غضبها بأي طريقة. كان واضحاً أن البيت عنده له حسابات معقدة، لكنني لم أتدخل. أنا مجرد موظف، وما يهمني هو الراتب آخر الشهر. مرت الأيام حتى جاء صباح مختلف تماماً. اتصل بي مبكراً وقال بصوت حازم: جهز نفسك بدري، عندنا سفر لمكان بعيد ومحتاجك معايا طول اليوم. أغلقت الهاتف وأنا أشعر أن هناك شيئاً غير عادي. أخبرت والدتي أنني قد أتأخر، وربما أبيت خارج البيت بسبب العمل، فدعت لي كعادتها وطلبت مني أن أحافظ على نفسي. ذهبت في الموعد المحدد فوجدته يحمل أكياساً كثيرة ومشتريات متنوعة. استغربت لأننا لم نكن متجهين إلى بيته، بل إلى منطقة أخرى لا أعرفها جيداً. ساعدته في تحميل كل شيء داخل السيارة، ثم انطلقنا في طريق طويل. طوال الطريق كان صامتاً على غير عادته، ينظر في هاتفه كثيراً ويطلب مني الإسراع أحياناً. شعرت أنني داخل مشهد لا أفهم تفاصيله. وصلنا أخيراً إلى عمارة هادئة في حي راق. طلب مني أن أحمل المشتريات وأصعد بها إلى شقة محددة في أحد الأدوار العليا. صعدت وأنا أتساءل: من يسكن هنا؟ ولماذا كل هذا الاهتمام؟ طرقت الباب وفتح الباب لتبدأ لحظة لم أكن أعرف أنها ستغير كل شيء في حياتي. لكن ما رأيته خلف ذلك الباب جعلني أدرك أن الأيام القادمة لن تكون سهلة أبداً. أحياناً تقف أمام باب عادي، لا تعرف أن ما خلفه سيقلب ترتيب حياتك بالكامل. وأنا حين طرقت ذلك الباب كنت أظن أنني مجرد سائق ينفذ مهمة وينصرف، لكن الحقيقة كانت أبعد من ذلك بكثير. فتح الباب ببطء، وظهرت أمامي امرأة في بداية الثلاثينات تقريباً،
تتمتع بهدوء لافت وحضور قوي. كانت ملامحها مرتبة بعناية، ونظرتها تحمل شيئاً من الثقة وشيئاً آخر لم أفهمه وقتها. للحظة نسيت لماذا جئت أصلاً. تراجعت خطوة احتراماً وقلت إنني أحضرت الطلبات. ابتسمت ابتسامة خفيفة، ثم طلبت مني الدخول ووضع الأكياس في الداخل. دخلت وأنا أحاول أن أبقى مركزاً في عملي فقط، لكن الجو كله كان غريباً. الشقة أنيقة جداً، مرتبة، هادئة أكثر من اللازم، وكأنها لا تستخدم إلا في أوقات محددة. بعد لحظات دخل صاحب العمل خلفي، وكأنه يعرف المكان جيداً. تصرف براحة شديدة وجلس وكأنه في بيته، ثم التفت إلي وقال: هذه الأستاذة عايدة، وإذا احتاجت أي شيء ولم أكن موجوداً أنت تتصرف. تجمدت للحظة. لم أفهم طبيعة العلاقة، ولم يكن من حقي أن أسأل، لكنني فهمت من نبرة صوته أن الموضوع حساس، وأن المطلوب مني فقط السمع والطاعة. ثم أضاف وهو ينظر إلي مباشرة: أي مشوار، أي طلب، أي وقت، أنت المسؤول. هززت رأسي موافقاً، بينما كانت عايدة تراقبني بهدوء وكأنها تدرس شخصيتي من أول لقاء. بعد دقائق أعطاني مبلغاً من المال وطلب مني النزول والتمشية قليلاً ثم العودة لاحقاً. فهمت الرسالة دون شرح. نزلت من العمارة وأنا أشعر بثقل داخلي لم أعرف تفسيره. لم أعتد أن أكون جزءاً من أمور كهذه، لكنني كنت محتاجاً للعمل ومضطراً للصمت. قضيت الوقت في الشارع بلا هدف. اشتريت بعض الأشياء لبيتنا كما طلب، وجلست في مقهى صغير أنتظر اتصاله. كل دقيقة كانت تمر تجعلني أفكر: ما الذي دخلت نفسي فيه؟ وهل أستطيع الاستمرار في هذا العمل أصلاً؟ بعد ساعات اتصل بي وطلب مني الحضور فوراً. صعدت مجدداً فوجدته مستعداً للمغادرة، بينما كانت عايدة تقف عند الباب بهدوء. شكرته على اليوم، ثم نظرت إلي للحظة طويلة قبل أن أغادر خلفه. في السيارة ظل صامتاً حتى قطعنا نصف الطريق، ثم قال فجأة: الست دي محترمة جداً، وأنا واثق فيك، وعشان كده عرفتك عليها. لم أرد، فقط قلت: تحت أمرك. لكنه أكمل: أي حاجة تخص المكان ده ما حبش حد يعرف عنها شيئاً. فهمت الرسالة بوضوح هذه المرة: السرية جزء من الوظيفة. مرت الأيام بعدها وعدنا إلى روتين العمل المعتاد، لكن اسم عايدة لم يختفي. صار يذكرها كثيراً ويرسلني أحياناً لأوصل طلبات أو أحضر أشياء معينة أو أترك رسائل سريعة. لم أقابلها مجدداً في البداية، لكنني شعرت أنني اقتربت من دائرة لا تخصني. ثم بعد حوالي أسبوعين حدث ما لم أتوقعه. اتصل بي صاحب العمل على غير عادته مساءً، وقال إن لديه ظرفاً طارئاً، وإن عايدة تحتاج من يوصلها إلى مشوار مهم، ولن يثق في أحد غيري. أغلقت الهاتف وأنا أشعر بتوتر غريب. هذه أول مرة سأذهب إليها وحدي دون وجوده. وصلت إلى العمارة نفسها وصعدت ببطء، ثم وقفت أمام الباب الذي فتح أول فصل من القصة، لكن هذه المرة كنت وحدي. طرقت الباب، وبمجرد أن فتحت لي عايدة أدركت من نظرتها أن هذا اليوم لن يشبه أي يوم سبق. ما الذي كانت تريده مني؟ ولماذا شعرت أنني دخلت لعبة أكبر مما أتصور؟ هذا ما ستكشفه الأحداث القادمة. هناك لحظات تدخلها وأنت تظن أنك مسيطر على كل شيء، ثم تكتشف بعد دقائق أنك لا تفهم ما يحدث أصلاً. وهذا بالضبط ما شعرت به عندما فتحت عايدة الباب في ذلك اليوم. وقفت أمامي بابتسامة هادئة، وكأنها كانت تتوقع وصولي في هذه اللحظة بالضبط. رحبت بي بطريقة جعلتني أشعر بالارتباك، ثم طلبت مني الدخول ريثما تجهز نفسها للمشوار. في البداية اعتذرت وقلت إنني سأنتظر في السيارة، لكنها أصرت بإلحاح محترم، وقالت إن الأمر لن يستغرق سوى دقائق. دخلت وجلست في الصالة نفسها التي رأيتها من قبل. المكان كما هو،
هادئ، منظم، وكل شيء فيه يوحي بالراحة. لكن هذه المرة كان الصمت مختلفاً. لم يكن هناك صاحب العمل ولا تعليمات، ولا أحد يراقب الموقف غيري أنا وهي. بعد دقائق عادت وهي تحمل مشروباً بارداً وضعته أمامي، ثم جلست على مقعد قريب. شكرتها باقتضاب، وكنت أحاول أن أبقي المسافة الرسمية بيننا، فهي في النهاية زوجة رجل أعمل لديه، مهما كانت طبيعة تلك العلاقة. بدأت تسألني أسئلة عادية في ظاهرها: منذ متى تعمل معه؟ هل الدراسة مستمرة؟ كم عدد إخوتك؟ هل والدك على قيد الحياة؟ كيف تقضي يومك؟ أجبتها باحترام، ولم أجد سبباً للريبة. لكن مع الوقت شعرت أن الأسئلة ليست مجرد مجاملة عابرة، بل محاولة لفهمي أنا شخصياً. كلما تحدثنا أكثر، لاحظت في صوتها شيئاً من الحزن تحاول إخفاءه. كانت تبتسم، لكن عينيها لا تبتسمان، وكانت تبدو كمن يعيش حياة مرتبة من الخارج، لكنها ناقصة من الداخل. قالت فجأة: واضح إنك شخص يتحمل مسؤولية كبيرة. تفاجأت من الجملة وسألتها: كيف عرفتِ؟ قالت بهدوء: الإنسان المتعب يظهر في ملامحه، حتى لو حاول أن يخفي ذلك. صمت للحظة، لأن كلماتها أصابت شيئاً في داخلي. لم أعتد أن يلاحظ أحد ما أحمله. بعدها دخلت لتجهز نفسها، وتركتني أفكر في الحوار كله. لماذا تهتم بمعرفة تفاصيل حياتي؟ ولماذا أشعر أنها تتحدث معي وكأنها تعرفني منذ زمن؟ عادت بعد ربع ساعة، لكنها لم تبدو مستعجلة للخروج. جلست من جديد وقالت: هل أنت مرتبط؟ تلعثمت قليلاً من السؤال المفاجئ، ثم قلت: لا، لا وقت لدي أصلاً. ضحكت بخفة، ثم قالت: أحياناً الظروف تسرق من الإنسان عمره. هذه الجملة بقيت عالقة في ذهني. خرجنا أخيراً إلى السيارة، وجلست بجانبي في المقعد الأمامي. طوال الطريق لم تتوقف عن الكلام. كانت تتحدث عن أشياء كثيرة: السفر، المسؤولية، الوحدة، وكيف يمكن للإنسان أن يعيش وسط الناس لكنه يشعر بأنه وحيد تماماً. كنت أحاول التركيز في الطريق، لكن حديثها كان يشدني رغماً عني. في أكثر من مرة شعرت أنني على وشك فقدان تركيزي من كثرة التوتر. لم أكن معتاداً على هذا القرب ولا على هذا النوع من الحديث. كنت بين رغبتي في إنهاء المشوار سريعاً وبين فضولي لفهم هذه المرأة الغامضة. أنجزنا المشوار المطلوب، ثم عدنا إلى العمارة مع غروب الشمس. ظننت أن دوري انتهى، لكن قبل أن أنصرف طلبت مني مساعدتها في حمل بعض الأغراض إلى الداخل. صعدت معها دون تفكير كثير. دخلت الشقة، وضعت الأشياء في مكانها، ثم استدرت نحو الباب، لكنني فوجئت بأنه مغلق. التفت إليها باستغراب، فوجدتها تنظر إلي نظرة مختلفة تماماً عن كل ما سبق، وقالت بصوت منخفض: أريد أن أتحدث معك، حديثاً لن يسمعه أحد. في تلك اللحظة أدركت أن الأمر لم يعد مجرد مشوار عادي، لكن ما قالته بعد ذلك جعلني أعيد النظر في كل ما ظننته عنها منذ أول يوم. حين التفت نحوها بعد أن وجدت الباب مغلقاً، شعرت بتوتر لم أعرف له سبباً. الموقف كله كان مفاجئاً، والصمت داخل الشقة زاد الأمر غرابة. كنت مستعداً لأي تفسير، إلا ما سمعته منها بعد ذلك. اقتربت بخطوات هادئة، ثم أشارت إلى المقعد وقالت: اجلس، لا تقلق، لن يحدث شيء سيء، فقط أريد أن يتحدث معي أحد للمرة الأولى دون أحكام. جلست وأنا في قمة الحيرة. كانت نظرتها مختلفة تماماً عن تلك المرأة الواثقة التي رأيتها من قبل. هذه المرة بدت متعبة، وكأنها تحمل عمراً كاملاً فوق كتفيها. جلست أمامي ثم قالت بعد صمت قصير: أعرف أنك لا تفهم من أنا، وربما تظن عني أشياء كثيرة. لم أرد، لأنني بالفعل لم أكن أفهم شيئاً. أكملت بصوت منخفض: أنا لم أختر هذه الحياة كما تبدو لك.
ثم بدأت تحكي. قالت إنها الابنة الكبرى في أسرة بسيطة، توفي والدها منذ سنوات، وترك لها أماً مريضة وعدة إخوة يحتاجون لمن يصرف عليهم. عملت منذ سن صغيرة في أكثر من وظيفة، وتحملت مسؤوليات أكبر من عمرها بكثير. كانت تخرج من الفجر وتعود ليلاً فقط لتوفر الدواء والطعام والإيجار. قالت إن حلمها كان بسيطاً جداً: بيت هادئ، زوج يحبها، وحياة مستقرة مثل أي فتاة عادية. لكن الظروف لم تمنحها ذلك. تعرفت على صاحب العمل من خلال التجارة، ساعدها في البداية، ثم عرض عليها الزواج مقابل أن يوفر لها شقة ويهتم بعلاج والدتها ويتكفل بمصاريف إخوتها وتعليمهم. سكتت قليلاً ثم قالت: وافقت، ليس لأنني أحببته، بل لأنني كنت أبحث عن نجاة لعائلتي. لم أعرف ماذا أقول، كنت أنظر إليها وأنا أستمع، وكل صورة سلبية رسمتها عنها بدأت تتلاشى تدريجياً. تابعت وهي تحاول الثبات: الجميع يرى ما أملك الآن، ولا أحداً يرى الثمن الذي دفعته. قالت إن حياتها تبدو مريحة من الخارج، لكنها في الحقيقة تعيش وحيدة معظم الوقت. الرجل يأتي أحياناً ويغيب كثيراً، وكل شيء قائم على المصلحة والترتيبات، لا على المودة أو الشراكة الحقيقية. ثم نظرت إلي مباشرة وقالت: وأنت أول شخص أشعر أنه يسمعني دون أن يطلب شيئاً. شعرت بالارتباك من الجملة. أنا لم أفعل شيئاً سوى الجلوس والاستماع، لكنها كانت تتحدث وكأن هذا نادر في حياتها. قلت لها بهدوء: إذا كنت غير مرتاحة، لماذا لا تنهيني كل هذا؟ ابتسمت بحزن ثم قالت: لأن النهاية ليست سهلة على الفقراء يا عادل. شرحت لي أن خروجها من هذه العلاقة يعني فقدان الشقة، وقطع المساعدة عن أمها وإخوتها، وربما العودة إلى نقطة أسوأ مما كانت عليه. وأضافت: أحياناً الإنسان لا يعيش الحياة التي يريدها، بل الحياة التي يقدر عليها. هذه الجملة هزتني من الداخل. لأول مرة لم أعد أراها كامرأة غامضة تعيش في رفاهية، بل إنسانة دفعتها الظروف إلى قرارات قاسية، إنسانة دفعت من عمرها مقابل استقرار عائلتها. بقينا نتحدث طويلاً. لم يكن حديثاً فيه تجاوز أو شيء غير لائق، بل كان حديث شخصين يعرف كل منهما معنى المسؤولية والضغط والحرمان. وحين وقفت لأغادر، فتحت الباب بنفسها وقالت: شكراً لأنك استمعت. نزلت السلالم وأنا شخص مختلف عن الذي صعد قبل ساعة. منذ ذلك اليوم بدأت أذهب أحياناً لتوصيل الطلبات أو إنهاء بعض الأمور، لكن داخلياً لم يعد الأمر مجرد عمل. صرت أفكر فيها كثيراً، وفي ظلم الحياة لها، وفي الشبه الكبير بيننا. أنا الذي حملت بيتاً فوق ظهري بعد وفاة أبي، وهي التي باعت أحلامها لتنقذ أهلها. ومع مرور الأيام بدأت أشعر أن ما بيننا لم يعد مجرد تعاطف، لكن اللحظة التي عرضت علي فيها شيئاً لم أتوقعه أبداً كانت بداية التحول الأكبر في حياتي كلها. بعد ذلك اللقاء لم تعد الأمور كما كانت. أصبحت أذهب إلى هناك بحجة توصيل الطلبات أو إنهاء بعض الاحتياجات، لكن الحقيقة أن شيئاً بداخلي صار يدفعني للذهاب. لم أعد أرى المكان شقة صامتة في حي راق، بل مساحة تهرب إليها روح متعبة تبحث عمن يفهمها. أما عايدة فصارت أكثر هدوءاً معي وأكثر صراحة أيضاً. لم تعد تتحدث بالألغاز، بل بدأت تكشف لي تفاصيل حياتها شيئاً فشيئاً. كنت أستمع لها باهتمام، وأحياناً أنسى أنني مجرد سائق يعمل لدى رجل له سلطة ونفوذ. في المقابل كانت هي تسأل عن دراستي دائماً، تتابع: هل حضرت المحاضرات؟ وهل أنهيت المراجعة؟ وهل ما زلت مصراً على التخرج رغم ضغط الحياة؟ كنت أجيبها بابتسامة متعبة وأقول إنني أحاول فقط ألا أسقط. وفي أحد الأيام طلبت مني أن نخرج لقضاء بعض الأمور خارج المنزل. ذهبنا إلى أكثر من مكان، ثم اقترحت أن نتناول الغداء في مطعم هادئ.
ترددت في البداية، لكنني وافقت. جلسنا نتحدث لساعات، وكان ذلك أول يوم أراها فيه تضحك بصدق، لا مجاملة ولا تصنع ولا نظرات حزينة تخفيها بابتسامة. شعرت أنها امرأة أخرى تماماً عندما تبتعد عن القيود التي تعيشها. وفي نهاية اليوم أخرجت ظرفاً صغيراً ووضعته أمامي على الطاولة. نظرت إليه باستغراب وقلت: ما هذا؟ قالت بهدوء: فرصة. فتحت الظرف فوجدت بداخله مبلغاً مالياً كبيراً بالنسبة لشخص مثلي. أعدت إغلاقه فوراً وقلت: لا، هذا مستحيل، لا أستطيع أخذ شيء كهذا. لكنها أصرت وقالت: اسمعني أولاً. ثم بدأت تشرح فكرتها. قالت إنها ترى في شخصاً مجتهداً، وأن بقائي سائقاً طوال عمري سيكون ظلماً لي. اقترحت أن أبدأ مشروعاً صغيراً باسمي، متجراً بسيطاً أو تجارة خفيفة يساعدني على تحسين وضعي ويمنحني وقتاً لإكمال دراستي. وأضافت: اعتبره ديناً أو شراكة أو حتى مساعدة مؤقتة، لكن لا تضيع نفسك. كلماتها هزتني. لم يسبق لأحد أن نظر إلي بهذه الطريقة منذ وفاة والدي. الجميع كان يرى شاباً يحاول النجاة، لكنها كانت ترى إمكانات أكبر من وضعي الحالي. رفضت أكثر من مرة، لكنها استمرت في الإقناع حتى قالت جملة لم أنسها: أحياناً الحياة ترسل لك باباً واحداً، وإذا خفت من فتحه ستبقى مكانك. عدت إلى البيت تلك الليلة وأنا ممزق بين الكرامة والحاجة، بين الخوف والطموح. وبعد أيام من التفكير وافقت. استأجرت محلاً صغيراً في منطقة شعبية، وبدأت أبيع مستلزمات منزلية وبضائع أساسية يحتاجها الناس يومياً. في البداية كنت أعمل بالمحل صباحاً وأقود السيارة مساءً وأدرس ليلاً. كانت أياماً مرهقة، لكنها مختلفة. لأول مرة أشعر أنني أبني شيئاً يخصني، وبشكل مفاجئ بدأ المشروع ينجح أسرع مما توقعت. المكان كان مناسباً، والبضائع مطلوبة، والناس أحبت أسلوبي في التعامل. شيئاً فشيئاً صار لدي دخل أفضل، واستطعت مساعدة أسرتي براحة أكبر. أما عايدة فكانت ترفض أن آتيها خالي اليدين، وتطلب معرفة الإيرادات وتفرح لأي تقدم أحققه وكأنه إنجازها الشخصي. وهنا حدث ما لم أستطع إنكاره. لم يعد الأمر مجرد امتنان. صرت أشتاق لرؤيتها وأنتظر الحديث معها، وأفكر فيها أكثر مما ينبغي. كنت أحب طريقتها، صبرها، قوتها، وحتى حزنها الذي كانت تخفيه عن الجميع. لكن في الوقت نفسه كنت أعرف الحقيقة القاسية: هي مرتبطة برجل قوي، وأنا ما زلت في بداية الطريق. وكان داخلي سؤال واحد يزداد كل يوم: هل يمكن لرجل مثلي أن يحلم بامرأة مثلها؟ أم أن هذا الطريق نهايته الخسارة؟ لكن ما حدث بعد عام كامل من نجاحي جعلني أواجه القرار الأصعب في حياتي كلها. مر عام كامل منذ بدأت مشروعي الصغير، لكنه بالنسبة لي كان عمراً جديداً. خلال تلك السنة تغير كل شيء تقريباً. المحل الصغير الذي بدأ برفوف شبه فارغة أصبح معروفاً في المنطقة، والزبائن صاروا يأتون يومياً، والأرباح بدأت تكبر شهراً بعد شهر. استطعت أن أوفر حياة أفضل لوالدتي وأختي، وسددت ديوناً قديمة كانت تؤرقني، بل وعدت أيضاً لإكمال ما تبقى من دراستي بتركيز أكبر. لأول مرة منذ وفاة والدي شعرت أنني لا أركض فقط للنجاة، بل أركض نحو مستقبل حقيقي. لكن رغم كل هذا النجاح كان هناك شيء يشغل قلبي أكثر من المال والعمل: عايدة. وجودها في حياتي أصبح أكبر من مجرد شخص ساعدني. كانت أول من آمن بي حين كنت أرى نفسي مجرد شاب محطم الظروف. كانت تفرح لكل خطوة أتقدمها، وتعاتبني إذا أهملت نفسي، وتدفعني دائماً لأن أكون أفضل. ومع الوقت تحول الامتنان إلى تعلق، ثم إلى حب واضح لا أستطيع إنكاره. صرت أختلق الأسباب لأراها، مرة بحجة الحسابات، ومرة لأعيد جزءاً من المال،
ومرة فقط لأنني أريد سماع صوتها. وكانت هي أيضا تبدو مرتاحة لقربي، لكن دائما هناك حاجز غير مرئي بيننا، حاجز اسمه الواقع. هي ما زالت مرتبطة برجل صاحب نفوذ ومال، وأنا رغم تحسن وضعي ما زلت أصغر من الدخول في معركة كهذه. في إحدى الأمسيات ذهبت إليها بعد فترة انشغال طويلة. فتحت الباب، لكنني لاحظت من أول لحظة أن ملامحها مختلفة. لم يكن ذلك الهدوء المعتاد، بل تعب واضح في عينيها. جلست أمامي بصمت، ثم قالت: أنا لم أعد أحتمل هذه الحياة. شعرت بأنفاسي تتسارع. سألتها عما حدث، فقالت إن الخلافات زادت، وإن الوعود القديمة لم يعد لها معنى، وإنها تشعر أنها سجينة داخل حياة لم تخترها أصلاً. ثم نظرت إلي مباشرة وقالت: لو خرجت من كل هذا، هل سأجد من يقف معي؟ كان السؤال بسيطاً في كلماته، لكنه هزني من الداخل. كنت أعرف أن إجابتي قد تغير حياتين، لا حياتي وحدي. إذا قلت نعم، فأنا أضع نفسي في مواجهة رجل لا يستهان به، وقد أخسر عملي واستقراري وكل ما بنيته. وإذا صمت، فقد أخسر المرأة التي أحببتها بصمت طوال هذه المدة. طوال دقائق لم أستطع الكلام. كنت أسمع صوت قلبي أعلى من أي شيء آخر. ثم قلت أخيراً: إذا قررت أن تبدأي من جديد، لن تكوني وحدك. نظرت إلي طويلاً، وكأنها تتأكد أنني لا أقول الكلام بدافع اللحظة. ثم انهمرت دموعها لأول مرة أمامي. في تلك الليلة تحدثنا عن كل شيء بصراحة، عن الخوف، وعن الناس، وعن المال، وعن المستقبل، وعن الثمن الذي قد ندفعه. لم يكن حديث عاشقين في قصة حالمة، بل حديث شخصين يعرفان أن الواقع قاس، وأن الحب وحده لا يكفي دائماً. خرجت من عندها وأنا أشعر أنني عبرت نقطة لا عودة بعدها. منذ تلك اللحظة لم تعد حياتي مجرد شاب بدأ مشروعاً ونجح. أصبحت رجلاً عليه أن يختار بين الأمان وبين ما يؤمن أنه يستحق القتال لأجله. لكن الحقيقة التي لم أكن أعرفها وقتها أن الرجل الآخر بدأ يلاحظ كل شيء، وكان يستعد لخطوة قلبت الأحداث رأساً على عقب. إذا كنت تظن أن القصة انتهت هنا، فأنت لم تسمع بعد ما فعله حين اكتشف السر.